بص يا سيدي، اي زملكاوي يقول لك فرقه المليار والزيتون وتجاره مش عارف ايه والكلام ده كله، سمعوا الفيديو ده يمكن يفهموا، او يمكن حد فيهم يكون بيفهم، اشك. بس لازم تسمعوا الفيديو ده. تعالى نسمع كده، عشان اللي انت هتسمعه ده كارثه، اقسم بالله العظيم. تعالى اللي بينا. تيجي منين؟ ما انت بمعنى بتعرف تدبر فلوس للغرامات. ما انت دافع احنا مليار. كزمالك. اه ما انت دلوقتي عشان انت بص يا مهيب، انت دلوقتي عشان توصل لاستقرار، يعني انا لما دخلت النادي انت عليك مليار و800. حلو. سواح. مليار ده اصبر و800. بس هيقول لك الله الدفع يكون في عون كام. الناس مليار بجد. و800. عشان اعرفك ان الزمالك فيه لا فلوس. الناس مليار و800 تقريبا، قبل ما امشي كان تقريبا الدفع منهم مليار و400. ما اعرفش بقى غير غرامات. لا رد بقى انت بقى. رقم خزعبلي. هي قصه مجلس دول الاداره. بقى لو مش غرامات وزي ما كان ايوه ما واحد بكلمك بيقول بقى بجيب انا صفقات مهيب. وبجيب ايوه وبجيب. مهيب. انا لو ما بدفعش الغرامات دي او ما عنديش الغرامات دي، لا كان هيبقى عندي قوه شرائيه عندنا. انا عشان اوصل ان انا ابدا ان انا يبقى القوه الشرائيه. طبعا ده الكابتن عبد الواحد مدير الكوره الموسم اللي فات، اللي لسه ماشي من الزمالك يا دوبك من 4 اشهر. عشان اوريك بس اللي الناس دي ماشيه بمثل خدوهم بالصوت قبل ما يغلبوكم، او كلم مش عارف ايه تلهيك وتجيب اللي فيها فيك. الراجل بيقول لك قبل ما يمشي من 4 اشهر كده، كان الزمالك عليه مديونيه مليار و800 مليون. انت متخيل الرقم؟ مليار و800 مليون. فالراجل قبل ما يمشي كانوا سادين مليار و400 مليون، اللي هو من 4 اشهر. يعني وقت ما جه جون ادوار وابتدى يعمل صفقات ب 8 مليون دولار. يعني الناس دي صارفه لغايه دلوقتي معدين ال 2 مليار. ويجي يقول لك عليا انا بقى هو الاهلي بيجيب فلوسه منين، ودي من تجاره الزيتون ومش عارف مين ومين والكلام اللي هم بيرددوه ده على طول. رغم ان انا عملت صفقات ب 8 مليون دولار ودخلت لخزينه النادي 11.5 مليون دولار، يعني انا كسبان 4.5 مليون دولار. والفلوس اللي انا صرفتها في الصفقات هي موجوده في الصفقات اللي عندي حاليا، يعني موجوده عندي في لعيبتي، موجودين عندي في رصيدي في خزنتي. يعني انا لو رحت بعت لاعب او 2 هجيب المليار اللي انت بتقول عليه. انما انت بقى المليار و800 مليون دول اتصرفوا على الارض، يعني مش هيرجعوا لك تاني، وما نعرفش جم منين. طب تقدر تقول لي ايه مصدرك وجبتهم منين وانت اصلا مالكش موارد ولا ليك دخل؟ عشان تعرف بس الامور بتدار ازاي، ومين نادي الدوله، ومين اللي بتساعد، ومين اللي بتجامل. ابعتها له عشان معموله له. سلام.